السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة خالصة لكل مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وكنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. فخلال هذه الحلقة غادي نتكلموا على خبر كيهم أبناء الجالية المغربية المقيمة بكل دول العالم بعد صدور خبر فرض ضرائب على أبناء الجالية عند ولوجهم للتراب الوطني. واش فعلا وزارة الاقتصاد والمالية في شخص إدارة الجمارك المغربية فرضات هذه الضرائب على أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج عند دخولهم التراب الوطني؟ فنتلاقاو بعد هذا الفاصل القصير باش نتعرفوا على جواب هذا السؤال وأسئلة أخرى كتتعلق بهذا الموضوع. نبداو على بركة الله موضوع الحلقة اللي من خلاله نفات وزارة الاقتصاد والمالية الأخبار المتداولة حول تشديد إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج عند ولوجهم التراب الوطني. يعني اعتبرت الوزارة في بلاغ لها ما يروج من أخبار حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الإجراءات الجمركية لم يلحقها أي تغيير، وأن المسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم. كما أوضحت بأن إدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة تسعى إلى تبسيط وتسيير وتيسير ولوج المغاربة عبر مختلف النقاط الحدودية إلى أرض الوطن، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والعناية التي يوليها لرعاياه. كما أكدت بأن تدخل إدارة الجمارك لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا محضا. ويذكر أنه منذ نهاية الشهر الماضي راجت أخبار عن فرض الجمارك ضريبة على الأشياء والسلع والهدايا التي تزيد قيمتها عن 2000 درهم عند دخول المطارات ومغادرتها كجزء من الإجراءات التقييدية الجديدة. لكن كل هذه الأخبار غير صحيحة، يعني الإجراءات الجمركية يعني بقات كيف كانت من قبل، فحذر من الإشاعات. ونصلنا لنهاية الحلقة، إلى حلقة مقبلة وموضوع آخر إن شاء الله. أشكركم على التتبع ديالكم والسلام عليكم.